السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. لقاؤنا الآن بإذن رب الأنام سبحانه وتعالى عن أشهر أخطاء الوضوء التي يقع فيها كثير من الناس، منها ما يبطل الوضوء ومنها ما لا يبطل الوضوء. وهناك أشياء ليست من الوضوء ويظنها كثير من الناس أنها من الوضوء. هذا ما سوف نتعرف عليه بإذن الله رب العالمين. عفوا. ولكن بداية سجلوا حضوركم بالصلاة والتسليم على رسول الله واكتبوها في التعليقات وانشروا المقطع لغيركم، فالدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنتعرف على 6 أشياء لا تنقض الوضوء ويظنها كثير من الناس أنها تنقض الوضوء. رقم 1: القيء لا ينقض الوضوء وإن كان نجسا، ويغسل إن أصاب البدن أو أصاب الثوب، ويظل الوضوء صحيحا كما قال العلماء. 2: مس المرأة الأجنبية، يعني لو واحد سلم على واحدة يعني ولا حاجة، على امرأة لا تحل له، واحدة غير مراته وغير محارمه وسلم عليها، هل وضوء ينتقض؟ لا، وضوء لا ينتقض وإن كان لمسها حرام كما قال العلماء، إلا إذا سلم الرجل على امرأة، صافح الرجل امرأة وخرج منه مني، يبقى عليه الاغتسال. طب خرج منه مازي، يبقى عليه أن يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوءه للصلاة. طب لم يخرج منه شيء وسلم وكأن شيئا لم يكن، فلا حرج عليه ووضوءه صحيح كما قال العلماء. رقم 3: النجاسة تصيب الثوب أو البدن. أنت بتوضي وجي على إيدك نجاسة، أو حطيت إيدك في نجاسة، أو جي على ثوبك نجاسة، يبقى وضوءك باطل؟ لا، وضوءك صحيح. طب امال اعمل ايه؟ عليك ان انت تغسل مكان النجاسة من بدنك او من ثوبك وتصلي وصلاتك صحيحة كما قال العلماء. رقم 4: مس الفرج بحائل. يظن كثير من الناس ان هو لو حط ايده على فرجه او امرأة وضعت يدها على فرجها بحائل من فوق الهدوم ان هو وضوءه غير صحيح ووضوءه انتقض. لا، ده كلام غير صحيح. مس الفرج بحائل لا ينقض الوضوء. طب ايه رأيك في مس الفرج بدون حائل؟ دي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يرى أنه ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. ومنهم من قال أنه لا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل ما أراه إلا بضعة منه. ومنهم من قال هناك فرق بين أو نفرق بين إن كان مس بشهوة أو بغير شهوة. فأنت إذا أخذت بأي هذه الآراء فصحيح وجائز ولا حرج عليه. وإن أخذت بالأحوط وتوضأت، إن مسست فرجك أو إن مسست فرجك وتوضأت فلا حرج عليك ولا إثم عليك. رقم 5: من الأشياء التي يظنها كثير من الناس أنها ناقضة الوضوء وهي ليست ناقضة الوضوء: العرق. واحد عرقان، شغال وعرقان، ولا بيلعب رياضة وعرقان، يلا يا عم صلي، يقول لك مش هصلي يا عم اما اروح اتوضى. طب ما انت متوضي، يقول لك اصل انا عرقت. تلاقي العرق ليس ناقضا للوضوء، وان كان الافضل ان يتزين الانسان للصلاه، خاصه لو انت رايح للمسجد، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. رقم 6: من الاشياء التي لا تنقض الوضوء ويظنها كثير من الناس انها ناقضه للوضوء: خروج الدم من اي مكان في الجسد غير السبيلين. يعني جرح، تعويرة، عملية، بثرة، حباية يعني وخرج منها دم، هذا الدم هل هو ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج الدم من أحد السبيلين، القبل أو الدبر. خرج الدم من أحد السبيلين يعتبر نقض الوضوء. طب خرج الدم من أي عضو في البدن أو من أي مكان في البدن لا ينقض الوضوء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يزالون يصلون في جراحاتهم كما قال الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي 6 أخطاء يظنها كثير من الناس أنها ناقضة الوضوء وهي ليست ناقضة للوضوء. هناك أشياء أيضا وأخطاء يقع فيها كثير من الناس ويظنون أنها من الوضوء. يعني بعض الناس يظن ان هو لازم لما يجي يغسل يعني يفتح الحنفية على الاخر ويغسل العضو 7-8 مرات. لا، ده انت الاسراف في الوضوء منهي عنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف في الماء، قال لأحد الصحابة: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. كذلك الزيادة في الغسل على 3. طبعا من السنة ان انت لما تغسل، طبعا الواجب ان انت تغسل العضو مرة واحدة. يعني انا هغسل وشي، اغسل وشي مرة واحدة، ايدي مرة واحدة، ايدي التانية مرة واحدة، رجلي مرة واحدة، امسح راسي مرة واحدة.
لكن السنة التثليث، ان انت تغسل العضو 3 مرات، الا الرأس تمسحها مرة واحدة. فانا لما اجي اغسل العضو 3 مرات بعض الناس يقول لك لا ازود، خليهم 4، خليهم 5، خليهم 6، ويقعد شغال عمال ايه يا عم؟ ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. ما تزودش على 3 مرات، ده خطأ من اخطاء الوضوء المنتشرة بين كثير من الناس. انت لو غسلت مرة يجوز، 2 يبقى كويس، 3 افضل. لكن ازود عن ال3 لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انت مأمور ان انت تتوضا زي ما سيدنا النبي توضا، قال هذا هو الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. من الاخطاء المنتشرة بين الناس ظن كثير من الناس انه لابد من الاستنجاء من خروج الريح. يعني واحد خرج منه ريح او واحدة خرجت منها ريح وعايز يتوضا، يقول لك لازم ندخل الحمام استنجى. ليه يا عم؟ طب ما هو انت لو دخلت الحمام وخرج منك بول او براز اعزكم الله، غائط او بول، ما انت بتستنجى على طول. يقول لك لا لازم ندخل استنجى. لا، مش شرط ان انت تستنجى، يجوز ان انت تتوضا بدون استنجاء ولا حرج عليك، ووضوءك صحيح باذن الله رب العالمين. الخطأ بقى الذي يقع فيه كثير من النساء وينقض الوضوء، وبعض الرجال وينقض الوضوء مع وجود حائل. يعني ايه؟ واحد شغال مثلا بيعمل بويات ولا حاجه، والبويه مغرقه ايه؟ جسمه، مغرقه عضو من الاعضاء، جايه هتمنع وصول الماء او ما شابه ذلك، يعني بويه او حاجه شبيهه بذلك، وجايه على البدن، لابد من غسلها عشان يصل الماء الى الايه؟ الى البدن، لان لو ما وصلش الماء الى البدن هيبقى الوضوء غير صحيح. كذلك النساء، المراه اللي بتضع منوكير او ميك اب يمنع وصول الماء الى البدن، وان كان الميك اب ده حرام او حرام بالنسبه لاستعماله امام الرجال، لكن المراه هتحط ميك اب لجوزها تحط، هتعمل منوكير عشان جوزها يشوفها جميله كده تحط، بس لما تيجي تتوضى تشيله وبعد كده تتوضى. طب اتوضت مع وجود المنوكير، الوضوء بتاعها غير صحيح والصلاه بتاعتها غير صحيحه. فاحنا ناخد بالنا من الموضوع ده كويس، ناخد بالنا من الموضوع ده كويس. الميك اب هخرج بيه قدام الناس عشان الناس تشوفني، ده حرام. طب انا هحط الميك اب لجوزي في بيتي، مش حرام. طب المنوكير هحط لجوزي علشان يشوفني جميله كده ويبقى كويس، ده حاجه جميله جدا وحاجه يعني مفيده للزوج ومفيده للزوجه. بس عند الوضوء لابد من ايصال الماء الى سائر البدن. طب ايه رايك في واحد مكسور يعمل ايه؟ انت بتقول لي في حائل يمنع وصول الماء الى البدن، يبقى الوضوء غير صحيح. طب لو واحد دراعه مكسور ولا رجله مكسوره ولا متعور وعامل جبيره، يعمل ايه؟ عليه ان يمسح على الجبير. عامل عمليه وعايز يغتسل، عامل عمليه وعايز يغسل رجله ومش عارف يغسل، يعمل ايه؟ عليه ان يمسح على الجبيره، والمسح على الجبيره من سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دي اشهر اخطاء الوضوء، و6 حاجات يظنها كثير من الناس انها ناقضه الوضوء وهي ليست ناقضه الوضوء، وبعض الاخطاء المنتشره بين الناس. جزاكم الله خيرا، لا تنسوا صالح دعائكم، وان شاء الله مقطع ماجورين. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.